ليه بتعرقي أكتر ما بتشربي مية؟ لبسك كله غوامق والموقف بدأ يأثر على حالتك النفسية؟ تعالي نعرف الحقيقة وأربع حلول يخلصوك من العرق ورائحته. أولاً، العرق مش قلة نظافة. جسم الإنسان بيفرز العرق كرد فعل طبيعي لارتفاع درجة الحرارة. العرق نفسه عبارة عن ميات بلس أملاح ومفروض ما يكونش له ريحة. الريحة بتيجي من تفاعل العرق مع البكتيريا الموجودة على الجلد. مثال، حد قالك كلمة محرجة، درجة حرارتك تعلى، الغدد العرقية تفرز مية للتبريد. الفرق بين زيادة العرق وفرط التعرق: زيادة العرق رد فعل طبيعي في حالات الجو الحار، القلق أو التوتر، ممارسة الرياضة أو المجهود، الساونا. إنما فرط التعرق بيحصل بدون سبب واضح، حتى في البرد. بيظهر في أجزاء معينة، اليدين، القدمين، تحت الإبط. ممكن يسبب إحراج وصعوبة في الأنشطة اليومية. أنواع فرط التعرق: الفرط التعرقي الأولي، وهو مشكلة في الجهاز العصبي يرسل إشارات مفرطة للغدد العرقية، غالباً يبدأ في سن المراهقة وله عامل وراثي. الفرط التعرقي الثانوي بيكون عرضة لمشكلة صحية أخرى، مثل نشاط الغدة الدرقية أو آثار جانبية لبعض أدوية الاكتئاب، أو التغيرات الهرمونية، الحمل، سن اليأس، أو أمراض معدية مثل البروسيلا أو الدرن أو الإيدز. انخفاض سكر الدم عند مرضى السكر، السمنة، طرق العلاج. تعديلات في أسلوب الحياة زي ارتداء ملابس قطنية واسعة أو اختيار ألوان لا تظهر العرق بسهولة. الاستحمام بانتظام حتى لو بدون رائحة عرق. استخدام فوط قطنية داخل الملابس. تمارين التنفس واليوجا لتقليل التوتر. العلاجات الطبية: الأدوية تقلل نشاط الغدد عن طريق تهدئة إشارات الجهاز العصبي مع آثار جانبية محتملة. المستحضرات الموضعية مثل كلوريد الألومنيوم، الشبة قديماً، وتوجد حالياً في مضادات التعرق الطبية. حقن البوتوكس تمنع التعرق مؤقتاً لمدة 6 شهور تقريباً. التدخل الجراحي: قص أو تدبيس العصب السمبثاوي الذي ينقل الإشارات للغدد. محفزات العرق التي يجب تجنبها: الضغط النفسي والقلق، درجات الحرارة المرتفعة، التمارين الشاقة أو المجهود الزائد، الأطعمة الحارة والبهارات والمنبهات. الخلاصة: العرق مش عيب، لكن لما يبدأ يعطل حياتك أو يسبب إحراج لازم تعالجيه. من المهم التشخيص الصحيح عشان تعرفي إذا كان زيادة طبيعية أو فرط تعرق يحتاج تدخل طبي.